أهلا بكم في حلقة جديدة من على الهامش. معاكم إسلام السمان. النهاردة عايز أتكلم معاكم عن موضوع يمكن يكون بسيط في شكله لكن عميق في تأثيره: التدفقات النقدية. ليه بنشوف شركات عاملة أرباح ضخمة على الورق لكن في أرض الواقع مش لاقية تدفع التزاماتها؟ هنا بيظهر دور معيار المحاسبة الدولي IS7، المعيار اللي بيكشف الحقيقة وبيقول لنا مش مهم بس تكسب، المهم يكون عندك كاش. خلونا نبسط الفكرة. معيار IS7 بيطلب من كل شركة تعمل قائمة التدفقات النقدية، ودي بتوضح الكاش رايح فين وجاي منين. القائمة دي متقسمة لثلاث أجزاء رئيسية: التدفقات من الأنشطة التشغيلية، دي هي قلب البزنس. هل التشغيل نفسه بيولد كاش ولا بيستهلك كاش؟ مثال: لو شركة بتبيع بضاعتها بالآجل ممكن تشوف أرباح في قائمة الدخل، لكن الكاش لسه ما دخلش الحساب. هنا يبان الفرق. التدفقات من الأنشطة الاستثمارية، ده بيعكس قرارات التوسع، شراء أصول، استثمار في شركات تانية، أو حتى بيع أصل موجود. مهم نعرف شركة بتحط فلوس في المستقبل ولا بتبيع أصول عشان تمشي حالها. التدفقات من الأنشطة التمويلية، هنا بنتكلم عن القروض ورأس المال. الشركة جابت قرض جديد، وزعت أرباح، أو سددت جزء من ديونها. الاسم ده بيكشف هل الشركة معتمدة على تمويل خارجي ولا واقفة على رجلها. خلوني أديكم مثال بسيط. تخيل شركة حققت أرباح صافية $1,000,000 السنة دي، رقم جميل صح؟ لكن لما بصينا على التدفقات النقدية لقينا إن من التشغيل سالب 200,000، يعني نزيف كاش. من الاستثمار سالب 500,000، اشتروا معدات جديدة. من التمويل 800,000، خدوا قرض من البنك. النتيجة الكاش زاد 100,000. لكن لو فكرت فيها شوية، الكاش ما زادش بسبب أرباح التشغيل، ده زاد عشان الشركة استدانت. ودي إشارة خطيرة لأي مستثمر. في النهاية معيار IS7 مش مجرد أرقام في قوائم مالية، ده أداة بتقولك هل الشركة عايشة فعلا ولا مجرد بتكتب أرباح على الورق. المستثمر، المدير، وحتى صاحب المشروع الصغير، كل واحد محتاج يبص على التدفقات النقدية عشان يعرف هل يقدر يتحرك لقدام ولا لا. شكرا إنكم كنتوا معايا في الحلقة دي من على الهامش. استنوني في حلقة جديدة مع موضوع جديد ونقطة جديدة على الهامش.